القصة مخيفة طبعا. هو راح يدرس ترى في البداية، درس برا، ثم سبحان الله يعني مع الفتن والشبهات والشهوات أحب له وحدة يهودية فحاولت فيه حتى غيرت دينه، وجابت للكنيسة كم مرة، وبدأ الشاهد يا أخواني أنه تقلب في بحور الشهوات حتى يعني تنصر 6 سنوات، ثم عبد الشيطان 2 سبحان الله. يقول حتى والله اني قد سجدت للشيطان. هو من شبابنا من صبيان التوحيد، لكن راح يدرس برا وقصة حب حتى وقع مخدرات، وحتى بدأ يدخل كنائس، ثم وجد ان افضل ديانة عنده حتى يتخلص من الاسلام من ديانته انه يتنصر. ثم ولله الحمد عاد بعد فترة. يقول جلست عند أهلي ثم انضاقت بي الأرض، اتفقت أنا و4 من زملائي أن ننتحر، ملينا من العيشة هذه، جربوا كل الشهوات وكل الديانات، خلاص يبغى ينتحر. يقول اتفقنا على تنفيذ هالطريقة الانتحار تقريبا في 4 رمضان. يقول يوم 2 رمضان جانا شايب وافطر عندنا. يقول هذا الشايب يوم أذن المؤذن يقول قال مشينا الصلاة، قال هو لا أنا ما أصلي. قال لا والله طالبك أن تصلي. يقوم يحب على خشمه ويسحب يبي يصلي. قال أنا ماني بطاهر، ماني مسلم، أنا أعبد الشيطان أنا. قال له تعال، واسحبه بالقوة وطلبه وحبة خشم. قال حتى شوف الشايب على عامي، قال حتى لو ما أنت على طهارة تعال، أهم شيء تصلي. قال يا عم مالي. يقول أخذني إلى المسجد. يقول دخلت في الصلاة وكان الإمام يقرأ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول ما شعرت بنفسي إلا انتفض وصحت صيحة وأغمى علي. أفاق بعد 3 أيام. ثم سبحان الله الشايب هذا كان ملازم له، وصار يعني من الناس اللي حوله. يقول بعدها قمت وأنا في يعني حياة ثانية وهيئة ثانية وفكر ثاني. يقول تبت لله عز وجل واستقمت وبدأت أحافظ على الصلاة. طبعا كان عنده غرفة حاط فيها الطلاسم حقته لأنه راح تعلم السحر، غرفة في مزرعة. طبعا في يوم من الأيام بعد ما راح فارس أخذت رقمه هنا واتصلت به ورحت في الشرقية وواجهت فهد مسفر وقلت ودني فارس، ودني ودخلنا المزرعة وصلينا في مسجد عنده في المزرعة. وراني الغرفة، قال هذه الغرفة حرقتها كلها اللي كان يجلس فيها ويتعبد الشيطان فيها. من شبابنا ترى، من عيالنا، ذهب للدراسة لكنه طول ولا عاد رجع. بعدين اكتشفوا ان الرجل غير مذهبه وغير دين.